هنعمل مع بعض النهاردة الطعمية بالمكون السحري فعلا. المكون اللي هيخليها معاكي هشة جدا جدا. مش بيكربونات، انا هحط بيكربونات بس في مكون تاني هحطه مع البيكربونات وهيخليها لك هشة جدا جدا جدا، وطعمها فعلا تحفة. عندي هنا عندي كوباية من الفول المدشوش المغسول ومنقوع ليلة كاملة، وكمان كوباية من الحمص، انا هعملها بحمص وفول النهاردة. حمص الشام برضو مغسول ومنقوع ليلة كاملة. هبتدي اضيف المكونات بتاعتي في بولة. حطيت الفول وهحط عليه الحمص. هحط بعد كده عليه الخضرة بتاعتي اللي هي عبارة عن كزبرة مغسولة ومتقطعة، هي حوالي حزمة، وعندي حوالي 5 فصوص توم، وبصلاية متوسطة، وقرن فلفل حامي لو عايزة تستغني عنه ممكن تستغني، وحزمة من الكرات لو مش موجود برضو ممكن تستغني عنه. عايزة تحطي شبت حطي، بس انا بحب الكزبرة الخضراء. هبتدي احط الخضرة بتاعتي على الفول والحمص واقلبهم مع بعض كويس جدا. ومهم ان انت ما تكتريش الخضرة بتاعتك، لانها لما بتبقى كتيرة بتغمق لون الطعمية. نخليها كده مش كتيرة قوي. بعد كده هروح اطحنها في الكبة او افرمها في الكبة، او لو في الخلاط الطريقة اللي هتعجبك. وابتدي احط لها التوابل والبهارات بتاعتي. عندي معلقة صغيرة ملح، عندي قرفة، كمون، البهارات السبعة، وعندي كمان معلقة كبيرة من الكزبرة. الكزبرة انا مش بطحنها ناعم، انا بخليها نص طحنة كده اللي بحطها للطعمية، بديها تحميصة في الاول واطحنها طحنة خفيفة بحيث اللي بياكل يحس بطعمها وهو بياكل. وبحط كمان معلقة كبيرة من السمسم المحمص مع الطعمية في قلب الطعمية نفسها. هبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعضيها، وفي الوقت ده انا حاطه الزيت بتاعي على النار يسخن. كده انا خدت حبه منها والباقي شيلته في الفريزر. هحط ربع معلقه صغيره من البيكربوناتو، ما تكتريش البيكربوناتو لما بيبقى كتير بتفك منك. وهحط معاه بقى المكون السحري اللي قلنا عليه، وهو معلقه كبيره من الخل. شايفه الفوران اللي حصل؟ الخل مع البيكربوناتو بيدي الفوران ده وبيعمل هشاشه مش طبيعيه. هبتدي اقلبهم كويس قوي، وبعد كده ابتدي ان انا احمر الطعميه. باخد قطعه الطعميه اللي انا عايزاها. طبعا انا ما عنديش الاداه اللي هم بيعملوا بيها، في اداه كده زي القمع كده بيعملوا بيها وبتديني كده خرم في النص. انا مش عندي الاداه دي فبعملها في البيت. الخرم ده منه شكل جمالي ومنه بيبقى السوى افضل. وحطيت لها حبه سمسم، وبعدين ابتدي ان انا احمصها على زيت غزير ونار متوسطة الى عالية. طبعا لا عمرها هتفك مني لانها مظبوطة، لا عمرها هتفك ولا هتبوظ مني، وبتطلع احلى طعمية. تعمليها كده سندوتشات للفطار الصبح زي الفل.